برج القسرة والعمل هذا راكم تشوفوا فيه تاع النووي راه موراه جماعه تاع التكنيك، راه فيها جماعه الكاميرامان، الصون، ليكليراج، ماكياج، راسومبلاج، الديكوطاج، فيها كلش حوايج بزاف. المهم نبداو بالشخصيه رقم واحد. هشام، شخصيه رقم واحد تعرفوها، شخصيه رقم واحد تعرفوها هو عبد الملك بوضياف، وزير الصحه واصلاح المستشفيات. ما نهدرش، نسمعوا الفيديو واش راه قال لنا البارح وقال له البارح واش راه صرح ومن بعد نهضروا عليه. هيا اطلق لي يا هشام اطلق. الهدف هو تكوين هذه الإطارات بمستوى عالي لتسيير ومرافقة المؤسسات الاستشفائية، ونحن نأمل من خلال هذه الدفعات اللي تلقات تكوين عصري، تكوين يتماشى، والإصلاحات اللي نصبوا إليها، بأنه الإصلاح في مؤسساتنا يكون في مستوى المتطلبات نتاع المواطنين ونتاع المرضى نتاعنا ان شاء الله. في شهر مارس ان شاء الله، في شهر مارس ان شاء الله، في شهر مارس ان شاء الله نبدا في النمط الجديد للتسيير. هذا وزير المرضى، قولوا لها الممرضة يا لال يا لال، هي الداوي في المرضى وبوضياف مجروح، هي الداوي في المرضى وبوضياف مجروح. لا 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 لا, لا. يا بوضياف يا بوضياف يا بوضياف، الناس مرضى باش تفهم. المرضى هذو ما ينفعهمش الكلام وما ينفعوهمش هذه التسويفات. في شهر مارس ان شاء الله، في شهر جوان ان شاء الله، العام الجاي ان شاء الله، السنه الجايه ان شاء الله. يا ابن عمي هو هذول اصلاح المستشفيات، وقت تصلحوا المستشفيات والله الاصلاح انتم دايرين ولا الفايوز هذاك اللي في الحيوط والكارلاج والالومنيوم. الاصلاح يا سي بوضياف هو لما تروح للمرضى. اليوم لقاتني مريضه قالت لي باراسيون اوبيراسيون، قالت لي والله غير بروغراماوني العام الجاي. ياه حتى يسمى استنى المريض كي تموت نتلاقاو غدوه عند ربي وان شاء الله. يا بوضياف يا بوضياف، المريض مسكين هو الصح لازم تقوموا به. يا بوضياف روح تشوف السبيطارات، روح للسبيطارات بلا ما نسبي باش ما يقولكش المدير راه يضرب عليا النووي، راه يقيس فيا وجايبها مورايا. الناس تروح كاع لي سيرفيس، لوفطالمو تاع العينين، الجينيكو، البيبيكو، الفوكوكو، كاع لي سيرفيس. العزوج اللي تروح تدي رونديفو العام الجاي 2017، العام الاخر 2018. يا ابن عمي والمرضى لا يصبروا. انتم كي تمرضوا تروحوا لباغي، تروحوا لجنيف، تروحوا كوبنهاجن، تروحوا لندن، تروحوا لكندا تداو بالاورو. والزوالي مسكين استنى مارس ان شاء الله، العام الجاي ان شاء الله. بوضياف اهبط اهبط ابو ضياف، اهبط ابو ضياف اهبط على المرضى وش صار بهم. والله عرضت لي مخلوق الصباح والله نقعدها. يا وقال لي هشام اقعد باش ما ندخلش في كاميرا. والله يا مريض الصباح قالت لي عطاو لي عامل اوبيراسيون، اوبيراسيون سهله غير يطلعوها غير شوي يجبدوا لها المراره. عام مسكينه. اطلق عليا اطلق يا هشام. الشخصيه رقم 2 على بالي باللي ما تعرفوهاش، ماشي ما تعرفوها بصح كاين بزاف ناس ما يعرفوهاش. راحت قامت على الساحه السياسيه، واحد الوقت كان وزير ماليه يسموه عبد الكريم حرشاوي، حكم الفينونس، السواردة، حكم الشكاره اعوام. اليوم خرج في واحد القناه ولا البارح خرج في واحد القناه يهضر لنا على الدينار. يا سمعوا الوزاره تاع السواردة وتاع الماليه كيفاه الهضره كيفاه دايره. اسمعوا اطلق لي حرشاوي يا هشام اطلق وناكل الحبه هذه تاع كراميل. اطلق. البطاطا كي تكون موجوده بوفره في السوق، يعني موفره في السوق البطاطا، يا اخي السعر يهبط. يهبط. كما كان الايام 20 دينار 25 دينار في بعض الاحيان بالكيلو. لما تنقص من البطاطا ما كانش بزاف. احبس يا هشام، الدينار والبطاطا احبس لي بوز الكراميل هذه يابسه. ها تمسخر بيا. عاود لي الفيديو. البطاطا بطاطا كي تكون موجوده بوفره في السوق، يعني موفره في السوق البطاطا، يا اخي السعر يهبط. كما كان الايام 20 دينار 25 دينار في بعض الاحيان بالكيلو. لما تنقص من البطاطا يطلع، ما كانش بزاف يطلع القيمه تطلع. الدينار والبطاطا نفس الشيء. إذا توفر دفق المال في السوق الوطني قيمته تنخفض. لو ينقص الدينار هذا شويه
كما كي تتخفض قيمه الدينار نعم عند الاستيراد، اسمع الله قيمته تطلع، اسمع الله قيمته تطلع، اسمع الله قيمته تطلع. سمعتوا؟ هذا وزير الماليه قال لك الدينار شبهه بالبطاطا، قال لك يكون كاين الدينار بزاف في السوق قيمته تهبط، وكي يكون قليل قيمته تطلع. حاب يدير لك طالع حافظ كيما النووي. اسمع سي حرشاوي، اعطينا الدراهم، مدوا لنا الدراهم وخلونا احنا ندبروا لساننا. انتم الدراهم تدوهم انتم تاكلوهم وتقول لي الانخفاض وما الانخفاض وتشبهها لي كيما البطاطا. خلونا برك من التمسخير يا سي عبد الكريم، كلش راه باين، كلش راه باين كيف الدينار يطلع ويهبط. الدينار اللي طلعوا يا سي عبد الكريم هو الاقتصاد القوي. لما تكون تنتج الثروه في بلادك، حاجه ماتير بروميير من البلاد وتخدم لها المصانع في البلاد واليد العامله في البلاد، وتخدم حاجه اللي ما تستوردهاش من الخارج بالدوفيس، تولي دير الاكتفاء الذاتي وتولي تكسبورتي. ذيك الساعه الدينار تاعك يطلع الدينار. يجوا تهفوا فينا الشعب ما يعرفش، يا على بالي انا نروح نوري لك كيف تطلع الدينار. تطلع الدينار، دير تقرير تاع البترول هنا مثلا، البترول البرميل في عوض تبيعوا للرجاله ب 30 دولار، دير له مصانع تاع التكرير. يا اخي عطانا ربي الخير، علاه ما درتوش مصانع تاع التكرير؟ نخدموا البنوات هنا، نخدموا الشامبرييرات هنا، نخدموا الهبوطات هنا، نخدموا البلاستيك هنا. علاه تمدوا البترول للرجاله ب 30 دولار ومن بعد يبيعوا لكم البنوات ب 500,000، الشامبريير ب 600,000، البلاستيك ب 500,000. هذه هي. الدينار يطلع بالخدمه بالسيريو بالخلق تاع الثروه، تتمسخر بينا، تقنبر بينا البطاطا والدينار. هابط حرشاوي، هابط حرشاوي، لا تمسخروا بينا ولا تحسبونا وقيل واش عسى حرشاوي، وقيل قاين اللي قريت، قاين اللي تعرف الفينانس والماليه. اطلق عليا هشام، اطلق. يا وسخشية ثالثة يا هدى يا فرعون، يا هدى يا فرعون، منك راني ممحون. والسخشية ثالثة يا هدى يا فرعون، السخشية الثالثة هدى فرعون. اللي راهي حاكمة الكوميونيكاسيون لي كابل والانترنت وكاع. راهي بالمناسبة هدى فرعون كي نشوفها فكرتني في القضية في الله يرحمه في ذيك الرقدة وخزروا. والمهم الهضرة هاي معاني، اللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش. اطلق لي فيسبوك هشام الفيسبوك وعلى ما كنتوا تطلقوا فيه يا جماعة. كاش حاجة والله هو الفيسبوك www.facebook.facebook/مطرق راقد طالع هابط. اتصلوا بينا راه تلقاو كلش الاتصالات، وراني انا نرد عليكم شخصيا، ما كان لا من الاول وانا نبات سهران ونرد عليكم. المهم اطلق لي هدى فرعون وخلي الفيسبوك ساعه وساعه اطلقوا. اطلق لي هدى فرعون. يعني مع في شهر جوان المقبل باذن الله كل 100% من شبابيك البريد يعني انفورماتيزي، استعمل الاي بي، تكنولوجيا الاي بي. صح. كاين مشاكل اخرى ايضا في على مستوى البريد، هي تحديث شبكه الاتصال، يعني تكون الرقمنه ولكن في نفس الوقت بما اننا في ATS راح نستعملوا الفيسات، نستعملوا 3G، لماذا 4G كذلك مع نهايه السنه، حتى كل مكاتب البريد تكون موصله. لازم يكون ايضا تكوين تاع العمال تاعها، يعني اعاده رسكله 27,000 عامل. كل هذا الشيء هي يعني مرحله لابد تفوت بها بريد الجزائر قبل ما نتحدثوا على مشاريع جديده. هدى فرعون راهي تقول باللي الرسكله ريسيكلاج نروحوا من الاي بي، نروحوا الاتياس الفيسات و3G و4G وهذه التكنولوجيات هذه العصريه. يا سمعي يا مخلوقه، انا راني كي نحل الفيسبوك الصباح ولا العشيه ولا في الليل، هذاك الحناش اللي يدور هذاك يبقى يدور وانا نستنى، الحناش يدور وانا نستنى، الحناش يدور وانا نستنى، الحناش يدور وانا نستنى. يبقى ندي كونيكتي برك يا هدى فرعون، باغي ندي كونيكتي والله غير نضرب 10 دقائق حتى يخرج لي العقل، ونخلي الاخر تاع الفيسبوك تاعي محلول ونروح، بالك اش يجي واحد يخلط لي. والحناش يدور وانا نستنى، الحناش يدور وانا نستنى، الحناش يدور وانا نستنى، الحناش يدور وانا نستنى. يا سمعي هدى فرعون عبد النووي هابطه هدى فرعون هابطه. اطلق عليا يا هشام، اطلق. انا مادام الحناش يدور وانا نستنى كاع ما كاينش طالع عندي. كي نشوف الحناش داك ما كانش
الحناش راك تاع كونيكسيون. كي ندير ندوموندي جوجل ولا فيسبوك ولا تويتر ويخرج لي صفحه تما نستعرب بك. هذه هي مادام الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى. هيا اطلق عليه. شخصيه رقم هذه 4 الاخيره معروفه، صالح خبري البارحه عنده ما صرح، قال لك اودي جماعه التريسيتي، هو وزير الطاقه قال لك جماعه التريسيتي الفاتوره في افريل راهي جايتكم دوبل، اللي ما يخلص 500 يخلص مليون، اللي ما يخلص مليون يخلص زوج، وما نعرف كون غير يتم بالهضره هذه. ما ندخلوش بالتفاصيل خاطر الحكايه شويه كبيره وتاخذ لنا وقت. هو في الحقيقه هدر ثاني على واحد الموضوع كبير ويحسبنا احنا رانا ما نفهموش، الشعب هذا يحسبه ما يفهمش، كما كان يقول حرشاوي يقول الشعب امي وما يقراش. اطلق لي خبري واش راه يقول على الطاقه. اطلق. يمكن لسوناتراك انها اذا كان نقص الموارد الخاصه بها غير كافيه، يمكن انها تذهب الى المديونيه كما تعمل كل الشركات الاجنبيه. هذا الاول. ثانيا الاستعانه بالشراكه كمرحله اولى. تجميد الانتاج كمرحله اولى تخفيض. معناها اذا ما هذا التجميد هذا، وكما قلت هذا اضعف الايمان، اذا كان هذا التجميد لمده 3 شهور 4 شهور 5 شهور ما يؤديش بنا نتيجه نخفضوا الانتاج، سنكون مضطرين الى المرور الى المرحله الثانيه وهي خفض الانتاج. واش قال السي خبري؟ قال سوناتراك راهي الحاله مش مليحه، طاح البترول وخلصت الشكاره والناس ماشي تجي تستثمر، والبترول يا خبري باش تفهم مليح. تفهم. انا نوي نقول لك البترول راه منا على نهارات يولي ما يتعتمدوش عليه، ما يتكلوش عليه. الناس راهي تجيب التريسيتي من الرياح، تجيب التريسيتي من الماء، من الحشيش، يوم القمامه في المانيا كاينه تكنولوجيا تجيب الكهرباء من القمامه. حاشاكم عافاكم الله. انت تقول لي مزدتك على البترول هذاك الكبده الكحله هذيك. لو كان غيجات عندنا بترول نقولوا التكاليف تاعو قليله، احنا 20 دولار باش نخرجوا البترول، والكويت مثلا بالشابا يجبدوا البترول هما والعراق. تقدر لهم وكي تهددهم تقول لهم نخفض الانتاج مع الاوبيك والدول المصدره ومع باليش انا كيفاه وروسيا وقطر وكاع. وانت واش عندك؟ الجزائر راهي الانتاج تاعها في اليوم 1,300,000 ولا ما تلحقش برميل. السعوديه 10 ملايين، العراق 3 ملايين ونص، الكويت 3، الايران 3، الامارات 3 مليون في النهار، فنزويلا 2.5، نيجيريا 2. احنا هما التوالى. انت كي تخفض الانتاج ولا تنقص الانتاج شكون سامع بيك؟ انت تخفض تنوض روسيا تنوض موتور بتيو تعوض لك الانتاج تاعك، والله واحد ما سامع بيك، ما كاش كاع اللي على باله بيك وزعما يتبعوك. انتم خلاص البترول كان يدير 140 ما درتوا والو، ما استثمرتوش، ما درتوش ما عرفتوش تمشوا الاستراتيجيه، عميتوا لها عينها، ودروك جاي تقول لي واش دير تروح للمديونيه. الله يا الدنيا ولينا عاودنا نسلفوا المديونيه، ولا ما كاش المديونيه نديروا الشراكه. يا اخي درنا شراكه مع بيبي، مع هالي ربطن، مع سمي لي شركه تاع الخارج، هذاك اللي تاع شاء الله فير ديك تاع هذاك اللي عنده الكلب اللي عنده 4 كان عين وعنده النار خارجه من فمه، سايبام ايمي تاع الطليان، مش درتوا معها شراكه ولا بها الرشاوي ولا بها الانتربول، ودرتوا مع بيبي، ودرتوا مع اداركو، ودرتوا مع اناداركو. قال لك سرح خليني يرحم باباك وتقول لي تخفيض والشراكه، ما قال له والو. هابط خبري هابط. النووي دائما يقول لك راك دائما متشائم، هابطين طالعين عليه الناس هاي تخدم. يا خويا لقينا كي نلقى واحد خدام ودار حاجه زينه نطلعوه. اليوم جبنا لكم شخصيه معروفه وعنده حقيبه سياديه، هو رمطان العمامره، ماشي رمطان العمامره. رمطان العمامره تعرفوه كان في الاتحاد الافريقي ويعرفوه كاع جماعه افريقيا، مجلس الامن والسلم، الاتحاد الافريقي، فلوني يعرفوه كاع الجماعه، كوفي عنان وبطرس غالي الله يرحمه ورباعه كاع تاع لوني هذوك المنظمات. رمطان العمامره جا هذا اليومين جا سيرجي لافروف وزير الخارجيه تاع الاتحاد الروسي. كي جا هذا سيرجي لافروف يجيب معاه ترجمان، جاب معاه ترجمان يسمع الفرنسي ويترجم له بالروسيه. رمضان العمامره في التصريح خرج له خرجه مكسب. اسمعوا كيفاش دار رمضان العمامره. هتلقى هشام
لا 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 باش هكذا. التراديكتور هاي جيبوا تراديكتور ترجمان، جيبوا هاو ترجمان، ها لابس قميص بيضاء، هاو ترجمان. الزميل والصديق سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحاد الروسي. هذه رابع زيارة يقوم بها إلى الجزائر. ايه. وهذه زيارة تأتي في أولها بحيث التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الروسي بمختلف مقوم بين البلدين. احبس احبس يا هشام، شفتوا الترجمان كيف راح يحك بينيفوها؟ والو ما فهم بها حتى بولون، خرج لنا من عمارة خرج من اطلع كمل. آخذين بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد الجزائري وإمكانيات الاقتصاد الروسي. نعم حاجة سهلة، الشعب ما هو طالب منكم لا دراهم، ما تعطوا له ما ترزقوه. اللي جالس كيما هذو طلعوا المورال تاع المواطن. حاولك وزيرنا تاع الخارجية روسيا وما أدراك ما روسيا يهضر بالعربية، هذا ما كان، ويعرف الفرنسيسة ويعرف الانجلي، راهم طالع عمامرة بصح هضر له بالعربية، وهذا ما خلاه اليوم التواصل الاجتماعي قاعد تحيي في العمامرة. الور هاو الترجمان مسكين ها تالفت له كاع العمامرة عند النووي طالع العمامرة ونطلعوه وكي يغلط نهبطوه، ولا المسؤولين اللي يهضروا بالفرنسيسة ودايرين لنا تبهديل هابطين كاع هابطين سوز اكسبسيون. اطلق يا هشام. قبل ما نهضر قبل ما نختم اطلق لي الفيسبوك، اطلق هاو الفيسبوك، طلعوا شويه باش هذيك البوند هذيك اللي تجيب الاخبار ما تغطيه ليش، طلعها شوي طالعها، خاطر دائما الجماعه تاع التركيب والبث هذه الفيسبوك يغطوها لي بتاع الهام هذيك اللي موالف يديروها تاع الاخبار. هاوليك الفيسبوك تاع النووي الشيخ النووي www. الشبكه العنكبوتيه facebook.com/مطرق راقد مايل طالع هابط. هذا مكان ابعثوا لي فيديوهات، ابعثوا لي شكوات، انتقدوني، حيوني، واش حبيتوا قولوا لي. ينتهي وقت البرنامج، هشام راه يقول لي اقصى الوقت فات، ينتهي وقت البرنامج، يعطيكم الصحة يرحم والديكم لكم تتبعوا فينا، وتحية إلى كل العزايج الشيوخة والدينا، تحية إلى كل من يحمل الجنسية الجزائرية في داخل الوطن ولا خارج الوطن. من الحشيش يوم القمامة في ألمانيا كاينة تكنولوجيا تجيب الكهرباء من القمامة، حاشاكم عافاكم الله. أنت تقول لي مزت تاكلي على البترول هذاك الكبدة الكحلة هذيك، لو كان غيجات عندنا بترول نقولوا التكاليف تاعو قليلة، احنا 20 دولار باش نخرجوا البترول، والكويت مثلا بالشابا يجبدوا البترول هما والعراق، تقدر لهم وكي تهددهم تقول لهم نخفض الانتاج مع الاوبيك والدول المصدره وما على باليش انا كيفاه وروسيا وقطر وكاع، وانت واش عندك؟ الجزائر راهي الانتاج تاعها في اليوم 1,300,000 ولا ما تلحقش برميل. السعوديه 10 ملايين، العراق 3 ملايين ونص، الكويت 3، الايران 3، الامارات 3 مليون في النهار، فنزويلا 2.5، نيجيريا 2، احنا هما التوالى. انت كي تخفض الانتاج ولا تنقص الانتاج كلها سامع بيك، انت تخفض تنوض روسيا تنوض موتور بتيو تعوض لك الانتاج تاعك، والله واحد ما سامع بيك، ما كاش كاع على بالو بيك، وزعما يتبعوك. انتم خلاص البترول كان يدير 140 ما درتوا والو، ما استثمرتوش، ما درتوش ما عرفتوش تمسوا الاستراتيجيه، عميتوا لها عينها، ودوكا جاي تقول لي واش دير تروح للمديونيه، الله يا الدنيا ولينا عاودنا نسلفوا المديونيه، ولا ما كاش المديونيه نديروا الشراكه، يا اخي درنا الشراكه مع بيبي، مع هالي ربطون، مع سمي لي شركه تاع الخارج هذاك اللي تاع لافير ديك تاع هذاك اللي عنده الكلب اللي عنده 4 كرعين وعنده النار خارجه من فمه، سايبام ايني تاع الطليان، مش درتوا معها شراكه ولا بها الرشاوي ولا بها الانتربول، ودرتوا مع بيبي ودرتوا مع اداركو ودرتوا مع اناداركو، قال لك سرح يخليني يرحم باباك وتقول لي تخفيض والشراكه، ما كان لا والو هابط خبري هابط. النووي دائما يقول لك راك دائما متشائم، هابطين طالعين عليه الناس هاي تخدم. يا خويا لقينا كي نلقى واحد خدام ودار حاجه زينه نطلعوه. اليوم جبنا لكم شخصيه معروفه وعنده حقيبه سياديه، هو رمطان العمامرة، ماشي رمضان، رمطان العمامرة تعرفوه كان في الاتحاد الافريقي ويعرفوه كاع جماعه افريقيا، مجلس الامن والسلم
الاتحاد الافريقي فلوني يعرفوه كاع الجماعه، كوفي عنان وبطرس غالي الله يرحمه ورباعه كاع تاع لوني هذوك المنظمات. راه مطلع مع مرات جا هذا اليومين جا سيرجي لافروف وزير الخارجيه تاع الاتحاد الروسي. كي جا هذا سيرجي لافروف يجي معاه ترجمان، جا معاه ترجمان يسمع الفرنسي ويترجم له بالروسيه. راه مطلع مامرة في التصريح خرج له خرجه مكسب. خرج له خرجه مكسب. اسمعوا كيفاش دار مطلع مامرة، هتلقاها هشام. لا 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 باش هذا تراديكتور هاي جيبوا تراديكتور ترجم وتوليتيك سبورتي. ذيك الساعه الدينار تاعك يطلع الدينار. تجوا تهفوا فينا الشعب ما يعرفش. يا على بالي انا نروح نوري لك كيف تطلع الدينار. تطلع الدينار دير تقرير تاع البترول هنا مثلا، البترول البرميل في عوض تبيعوا للرجاله ب 30 دولار. دير له مصانع تاع التكرير يا اخي، عطانا ربي الخير. علاه ما درتوش مصانع تاع التكرير؟ نخدموا البنوات هنا، نخدموا الشامبريالات هنا، نخدموا الهبوطات هنا، نخدموا البلاستيك هنا. علاه تمدوا البترول للرجاله ب 30 دولار ومن بعد يبيعوا لكم البنوات ب 500,000، الشامبريال ب 600,000، البلاستيك ب 500,000. هذه هي. الدينار يطلع بالخدمه بالسيريو بالخلق تاع الثروات، تتمسخر بينا، تقنبر بينا البطاطا والدينار. هامط حرشاوي هامط حرشاوي تمسخروا بينا ولا تحسبونا وقيل واش عسى حرشاوي وقيل قاينت اللي قريت، قاينت اللي تعرف الفينانس والماليه. اطلق عليا هشام اطلق. يا وسخ شيء ثالثة يا هدى يا فرعون، يا هدى يا فرعون منك راني ممحون. وسخ شيء ثالثة يا هدى يا فرعون. وسخ شيء ثالثة هدى فرعون. اللي راهي حاكمه كوميونيكاسيون لي كابل والانترنت وكاع. راهي بالمناسبة هدى فرعون كي نشوفها فكرتني في القضية في الله يرحمه في ذيك الرقدة وخزروا. والمهم الهضرة هاي معاني، اللي يفهم واللي ما يفهمش. اطلق لي فيسبوك هشام الفيسبوك وعلى ما كنت تطلقوا فيه يا جماعة. كاش حاجة والله هو الفيسبوك www.facebook/مطرق طالع هابط. اتصلوا بينا راه تلقاو كلش الاتصالات وراني انا نرد عليكم شخصيا، ما كان لا من الاول وانا من بعد سهره نرد عليكم. المهم اطلق لي هدى فرعون وخلي الفيسبوك ساعه وساعه اطلق لي هدى فرعون. يعني مع في شهر جوان المقبل باذن الله كل 100% من شبابيك البريد يعني انفورماتيزي تستعمل الاي بي، تكنولوجيا الاي بي. صح كاين مشاكل اخرى ايضا في على مستوى البريد، هي تحديث شبكه الاتصال، يعني تكون الرقمنه ولكن في نفس الوقت بما اننا في ATS راح نستعملوا الفيسات، نستعملوا 3G، لماذا 4G كذلك مع نهايه السنه، حتى كل مكاتب البريد تكون موصله. لازم يكون ايضا تكوين تاع العمال تاعها، يعني اعاده رسكله 27,000 عامل. كل هذا الشيء هي يعني مرحله لابد تفوت بها بريد الجزائر قبل ما نتحدثوا على مشاريع جديده. هدى فرعون راهي تقول باللي الرسكله ريسيكلاج نروحوا من الاي بي نروحوا الاتياس الفيسات و3G و4G وهذه التكنولوجيات هذه العصريه. يا سمعي يا مخلوقه، انا راني كي نحل الفيسبوك الصباح ولا العشيه ولا في الليل، هذاك الحناش اللي يدور هذاك يبقى يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى. يا باغي نديكونيكتي برك يا هدى فرعون، باغي نديكونيكتي والله غير نضرب 10 دقائق حتى يخرج لي العقل، ونخلي الاخر تاع الفيسبوك تاعي محلول ونروح بالك كاش يجي واحد يخلط لي. والحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى. يا سمعي هدى فرعون عبد النووي هابطه هدى فرعون هابطه اطلق عليا هشام اطلق. انا مادام الحناش يدور وانا نستنى كاع ما كاينش طالع عندي. كي نشوف الحناش داك ما كانش الحناش داك تاع كونيكسيون، كي ندير ندوموندي جوجل ولا فيسبوك ولا تويتر ويخرج لي صفحه ثم نستعرب بك. هذه هي مادام الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى الحناش يدور وانا نستنى. هيا اطلق عليا. شخصية رقم هذه 4 الأخيرة معروفة، صالح خبري البارحة
عنده ما صرح، قال لك اودي جماعه التريسيتي، هو وزير الطاقه قال لك جماعه التريسيتي الفاتوره في افريل راهي جايتكم دوبل، اللي ما بيخلص 500 يخلص مليون، اللي ما بيخلص مليون يخلص زوج، وما نعرف كون غادي يتم بالهضره هذه. ما ندخلوش في التفاصيل خاطر الحكايه شويه كبيره وتاخذ لنا وقت. هو في الحقيقه هدر ثاني على واحد الموضوع كبير ويحسبنا احنا رانا ما نفهموش، الشعب هذا يحسبه ما يفهمش، كما كان يقول حرشاوي يقول الشعب امي وما يقراش. اطلق لي خبري واش راه يقول على الطاقه. اطلق. يمكن لسوناتراك انها اذا كان نقص الموارد الخاصه بها غير كافيه، تسلم انها تذهب الى المديونيه كما تعمل كل الشركات الاجنبيه. هذا الاول. ثانيا الاستعانه بالشراكه كمرحله اولى. تجميد الانتاج. كمرحله اولى تخفيض. معناها اذا ما هذا التجميد هذا، وكما قلت هذا اضعف الايمان، اذا كان هذا التجميد لمده 3 شهور 4 شهور 5 شهور ما يؤديش بنا نتيجه، نخفض الانتاج، سنكون مضطرين الى المرور الى المرحله الثانيه وهي خفض الانتاج. واش قال السي خبري؟ قال سوناتراك راهي الحاله مش مليحه، طاح البترول وخلصت الشكاره والناس ماشي تجي تستثمر، والبترول يا خبري باش تفهم مليح. تفهم. انا نوي نقول لك البترول راه منا على نهارات يولي ما يتعتمدوش عليه، ما يتكلوش عليه. الناس راهي تجيب التريسيتي من الرياح، تجيب التريسيتي من الماء القصرى. والعمل هذا راكم تشوفوا فيه تاع النووي راه موراه جماعه تاع التكنيك، راه فيها جماعه الكاميرامان، الصون، ليكليراج، ماكياج، راسومبلاج، الديغوطاج، فيها كلش حوايج بزاف. المهم نبداو بالشخصيه رقم 1. هشام، شخصيه رقم 1 تعرفوها. شخصيه رقم 1 تعرفوها هو عبد الملك بوضياف، وزير الصحه واصلاح المستشفيات. ما نهدرش، نسمعوا الفيديو واش راه قال لنا البارح، وقالوا له البارح واش راه صرح ونهضروا عليه. هيا اطلق لي يا هشام اطلق. الهدف هو تكوين هذه الاطارات بمستوى عالي لتسيير ومرافقه المؤسسات الاستشفائيه، ونحن نأمل من خلال هذه الدفعات اللي تلقات تكوين عصري، تكوين يتماشى، والإصلاحات اللي نصبوا إليها، بأنه الإصلاح في مؤسساتنا يكون في مستوى المتطلبات نتاع المواطنين ونتاع المرضى نتاعنا إن شاء الله. في شهر مارس إن شاء الله نبدأ في النمط الجديد للتسيير. هذا وزير المرضى. قولوا لها الممرضة يا لال يا لال، هي الداوي في المرضى وبو ضياف مجروح، هي الداوي في المرضى وبو ضياف مجروح. لا 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 لا, لا. يا ابو ضياف يا ابو ضياف الناس مرضى باش تفهم. المرضى هذو ما ينفعهمش الكلام وما ينفعوهمش هذه التسويفات. في شهر مارس ان شاء الله، في شهر جوان ان شاء الله، العام الجاي ان شاء الله، السنه الجايه ان شاء الله. يا ابن عمي هو هذا اصلاح المستشفيات، وقت تصلحوا المستشفيات والله الاصلاح انتم دايرين ولا الفايوز هذاك اللي في الحيوط والكارلاج والالومنيوم. الاصلاح يا سي بوضياف هو لما تروح للمرضى. اليوم لقاتني مريضه قالت لي باراسيون اوبيراسيون، قالت لي والله غير بروغراموني العام الجاي. حتى يسمى استنى المريض كي تموت نتلاقى غدوه عند ربي وان شاء الله. يا ابو ضياف المريض مسكين هو الصح لازم تقوموا به. يا ابو ضياف روح شوف السبيطارات، روح للسبيطارات بلا ما نسبي باش ما يقولكش المدير راه يضرب عليا النووي، راه يقيس فيا وجايبها مورايا. الناس تروح كاع لي سيرفيس، لوفطال، تاع العينين، الجينيكو، البيبيكو، الفوكوكو، كاع لي سيرفيس. العزوج اللي تروح تدي رونديفو العام الجاي 2017، العام الاخر 2018. يا ابن عمي والمرضى لا يصبروا. انتم كي تمرضوا تروحوا لباغي، تروحوا لجنيف، تروحوا كوبنهاجن، تروحوا لندن، تروحوا لكندا تداو بالاورو. والزوالي مسكين استنى مارس ان شاء الله، العام الجاي ان شاء الله. ابو ضياف هابط ابو ضياف، هابط على المرضى واش صار بهم. والله عرضت لي مخلوق الصباح والله نقعدها. قال لي هشام اقعد باش ما ندخلش في كاميرا. والله يا مريض الصباح قالت لي عطاو لي عام لوبيراسيون
وبراسي وسهله، غير يطلعوها غير شوي يجبدوا لها المراره. عام مسكينه. اطلق عليا، اطلق يا هشام. السقشيه رقم 2 على بالي باللي ما تعرفوهاش، ماشي ما تعرفوها بصح كاين بزاف ناس ما يعرفوهاش. راحت قامت على الساحه السياسيه، واحد الوقت كان وزير ماليه يسموه عبد الكريم حرشاوي، حكم الفينونس، الصواردع، حكم الشكاره اعوام. اليوم خرج في واحد القناه ولا البارح خرج في واحد المقالات يهضر لنا على الدينار. يسمعوا الوزاره تاع الصوارده وتاع الماليه كيفاه الهضره كيفاه دايره. اسمعوا اطلق لي حرشاوي يا هشام، اطلق وناكل الحبه هذه تاع كراميل. اطلق البطاطا كي تكون موجوده بوفره في السوق، يعني موفره في السوق البطاطا، يا اخي السعر يهبط. يهبط كما كان الايام 20 دينار 25 دينار في بعض الاحيان بالكيلو. لما تنقص من البطاطا ما كانش بزاف. احبس هشام، الدينار والبطاطا احبس لي بوز. الكراميل هذه يابسه، ها تمسخر بيا. عاود لي الفيديو. البطاطا كي تكون موجوده بوفره في السوق، يعني موفره في السوق البطاطا، يا اخي السعر يهبط. كما كان الايام 20 دينار 25 دينار في بعض الاحيان بالكيلو. لما تنقص من البطاطا يطلع، ما كانش بزاف، يطلع القيمه تطلع. الدينار والبطاطا نفس الشيء. إذا توفر دفق المال في السوق الوطني قيمته تنخفض. لو ينقص الدينار هذا شويه كما كي تتخفض قيمه الدينار عند الاستيراد، اسمهم الله قيمته تطلع. اسمهم الله قيمته تطلع. اسمهم الله قيمته تطلع. سمعتوا؟ هذا وزير الماليه قال لك الدينار شبهه بالبطاطا، قال لك يكون كاين الدينار بزاف في السوق قيمته تهبط، وكي يكون قليل قيمته تطلع. حب يدير لك طالع حافظ كيما النووي. اسمع سي حرشاوي، اعطينا الدراهم، مدوا لنا الدراهم وخلونا احنا ندبروا لساننا. انتم الدراهم تدوهم انتم تاكلوهم وتقول لي الانخفاض وما الانخفاض وتشبهها لي كيما البطاطا. خلونا برك من التمسخير يا سي عبد الكريم. كلش راه باين كيف الدينار يطلع ويهبط. الدينار اللي طلعوا يا سي عبد الكريم هو الاقتصاد القوي. لما تكون تنتج الثروه في بلادك، حاجه ماتير بروميير من البلاد وتخدم لها المصانع في البلاد واليد العامله في البلاد، وتخدم حاجه اللي ما تستوردهاش من الخارج بالدوفيس، تولي دير الاكتفاء الذاتي.